مش كل يوم بناكل جمبري، نفسنا مرة نوصل لطريقة المطاعم ونعرف ايه الأسرار وايه البهارات اللي بيحطوها وايه سر الاختلاف بين الطعم اللي بنعمله في البيت والطعم اللي بناكله بره في المطاعم. يا ترى السر في التتبيلة ولا الكمية ولا في بهار معين بيستعملوه؟ هنعرف ان شاء الله مع بعض كل ده في الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل الجمبري بطريقة حلوة جدا زي المطاعم بره، طريقة سهلة بسيطة سريعة وطعم الشوربة بقى في حتة تانية خالص. يلا نسمي بسم الله ونبدأ. معايا هنا حوالي كيلو من الجمبري كده، حجم وسط على كبير، مغسول كويس قوي، شلت من ظهره العرق الرملي بس سبته بقشره وسبته براسه زي ما انتوا شايفين كده. يلا نبدأ بسم الله. حطيت حلة على النار فيها معلقة زبدة وشوية زيت كده صغيرين عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. بعدين كده حطيت شوية توم مفرومين او متقطعين قطع صغيرة زي ما انت عاوزة ونزلت عليهم بالجمبري. معلقة الزبدة دي بتعلي التست بتاع الشوربة قوي، اللهم بارك، يعني كانت طريقة حلوة جدا عجبتني. لو حابة ان انتي تقشري الجمبري وتعمليه من غير قشر برضو كويس، بس كده حاسة الجمبري متماسك، هبدأ بقى احط معلقة ملح وكمون واحط فلفل اسود واحط شوية كزبرة، هحط توم باودر، هحط بصل باودر، هحط بهارات سمك ومعلقة بابريكا. بصوا ما شاء الله الزبدة كانت عاملة لونه ازاي. هقلبه بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده، بس ما بالراحة كده عشان ما يتهريش مني. بصوا ما شاء الله الريحة كانت جميلة قوي، البهارات دي مع معلقة الزبدة بتخلي الجمبري في حتة تانية خالص. بصوا عشان بقشره الجمبري تحسيه كده متماسك في نفسه، يبقى هنحط الملح، هنحط بابريكا، هنحط بصل باودر، هنحط توم باودر، هنحط شوية كزبرة، هنحط شوية كمون، هنحط شوية فلفل اسود وبهارات سمك برضو لو عندك بتديله طعم وريحة حلوة قوي. هبدأ بقى ان انا اديله تشويحة كده مع الزبدة والزيت اللي حطيتهم والبهارات دول. كانت الريحة ما شاء الله اللهم بارك. يا دوب بقى اشوحه شويه كده مع الزبده والبهارات دي، وبعدين هنزل بقى بكوبايه ميه او كوبايتين ميه لو انت عاوزه شوربه. يعني الشوربه ما شاء الله هتكون دسمه وهيكون كلها طعمها بهارات وطعم حلو قوي للجمبري زي اللي بنشربها بره مع الجمبري والسي فود. طبعا الميه اللي هحطها دي هتكون مغليه، ما ينفعش ان انا احط ميه من الحنفيه كده عليه. هسيبه بقى يغلي غلوتين كده مع نفسه زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه حوالي 5 دقايق او 7 دقايق بالظبط على النار وهطفي عليه، مش هياخد خالص منك سوا. الطريقة دي حلوة جدا وسريعة، تقدر تعمليها في اي وقت لو مستعجلة او معندكيش وقت او كده، متاخدش اي وقت. ورغم انها سهلة وبسيطة وسريعة بتديكي نفس نتيجة مطاعم برا. شوية جمبري ومعاهم شوية شوربة، اللهم بارك، تعمليهم بقى كل حبايبك. خلاص كده هندفع على الجمبري بتاعنا. بصوا ما شاء الله شوية جمبري حلوين، والشوربة بتاعته بصوا لونها كمان يعني من، والريحة طبعا يا ريت تكون واصلة لكم. هدوق معاكم واقول لكم رأيي بكل امانه. الجمبري ما شاء الله مستوي كويس قوي والطعم حلو جدا، التست عالي بسبب الزبده والبهارات اللي حطيناها. ما خدش اي وقت، خلال دقايق كان جاهز معايا. تقدري تجربي الطريقه دي في وقت قليل وكمان هتديكي نتيجه مرضيه زي بتاعه المطاعم وزي اللي بتاكليها بره. شوربه كويسه، جمبري متطعم بالزبده وبالبهارات. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم، استنوني في فيديو جديد.